السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات كورس الإكسل. في الفيديو النهاردة هنتعلم حاجة سهلة وبسيطة، إن إحنا إزاي نقدر نعمل شيت لحركة الخزنة أو الخزينة بتاعتنا، نتابع النقدية اللي داخل كام اللي خارج كام، في أي لحظة أقدر أخش على الشيت بتاعي أعرف إن أنا الخزنة بتاعتي فيها إيه. نتعلم مع بعض إزاي أقدر أعمل معادلة إف، إزاي إن أنا أنسق الخط، إزاي أنسق الخلايا بتاعتنا، وإزاي كمان أقدر أعمل copy للsheet بتاعنا ويبقى عندي reference أقدر أستخدمه في أي وقت. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة لمّا بافتح blank workbook بابدأ ألاقي الإكسل ظاهر معايا من الشمال لليمين، فعلشان خاطر أخلّيه دلوقتي أنا هاكتب عربي، فهنروح من page layout وهاختار sheet right to left. هنلاقي إن هو الكتابة عندي بقت من اليمين لليسار. لو حبيت أعمل zoom بادوس على البلس شوية كده لحد ما ألاقي إن الرؤية بالنسبة لي مناسبة. بعد كده هاروح للصف اللي أنا هابدأ أعمل فيه الجدول بتاعي أو العمود بتاعنا، هنكتب التاريخ مثلًا في أول عمود، بعد كده رقم الإذن على الاستلام، وما نقلقش من التنسيق بتاع الجدول، لمّا نخلّص كتابة هننسق دلوقتي كله إن شاء الله. بعد كده رقم الإذن على الصرف والبيان في المقبوضات بين قوسين اللي هي المدين. المقبوضات، المدين، وبعد كده هنحط المدفوعات، الدائن، وآخر حاجة هي الرصيد. طيب دلوقتي بقى الأعمدة عندي متداخلة في بعض، أقدر أعمل select أو أحدد من أول حاجة أنا كتبتها لآخر حاجة، وأضغط فوق بين أي عمودين مرتين كده بالماوس، هنلاقي إن هي ضبطت معايا. لكن أنا عندي طبعًا التاريخ هيبقى محتاج إن هو أشوف بقى مثلًا لو في عمود عاوز أكبّره شوية مثلًا، يعني التاريخ أنا حابب إن هو يبقى أكبر شوية، رقم الإذن ورقم الصرف عاوزهم يكونوا قد بعض، هامسكهم هُم الاتنين مع بعض وأبدأ أكبّر شوية. البيان طبعًا بيبقى أكتر بكتير، لإن أنا ده باحُط فيه إيه اللي حصل خلال هذه العملية. الرصيد هنكبّره شوية. بعد كده أقدر أقف على المربع اللي ما بين الصفوف والأعمدة هنا، باكون حددت كل الجدول بتاعي وأقدر أروح لhome، أبدأ أعمل الخط بتاعي أو الكلام بتاعي إن أنا عايزه في نُص الصف ونُص العمود، يعني يبقى بالشكل ده. إحنا طبعًا كلنا عارفين إيه هو التاريخ ورقم الإذن على الاستلام، اللي هو لو أنا عندي فاتورة أو إذن أنا هاستلم هاحط فلوس في الخزنة، رقم الإذن على الصرف يعني دي حاجة هتطلع من الخزنة. البيان دي العملية اللي حصلت، سواء تحصيل مبلغ، أنا بِعت حاجة معيّنة، في فاتورة دفعتها. المقبوضات أو المدين دي اللي هي بتبقى حاجات داخلة الخزنة من رقم إذن على الاستلام. المدفوعات أو الدائن دي بتبقى حاجات اتصرفت من الخزنة اللي هي رقم الإذن على الصرف. يعني لمّا هاحط حاجة في رقم الإذن على الاستلام، هتتحط بعد كده المقبوضات والمدين. وفي الآخر آخر عمود ده الرصيد، ده كده رصيد الخزنة دلوقتي. عدد الصفوف في الجدول هتبقى مبنية على أساس أنا باعمل الجرد كل قد إيه. في ناس بتعمل الجرد شهري، في ناس بتعمل الجرد أسبوعي، على حسب طبيعة الشغل بتاعي. وليكن أنا هاعمله شهري، فهابدأ أمسك ده كده وأبدأ أعمل لهم border. هنيجي مثلًا أنا عايزة أكبّر الصف ده شوية أهو، عاوز أدّي له لون، بابدأ أحددهم وباختار التنسيق من هنا الcolor، أبدأ أشوف أنا عاوز لون إيه مثلًا، وليكن اللون ده. بعد كده أنا عايز الخط نفسه ما يبقاش أسود، أنا عايزه أبيض مثلًا، هابدأ أحددهم وأروح هنا أختار اللون وليكن الأبيض. كده أكون قدرت عملت جدول أبدأ أدخّل كل ما بيحصل عملية صرف أو استلام أدخّله عندي، بس محتاج لسه شوية تضبيطات. طبعًا محتاج أحط عندي عنوان علشان خاطر يوضح لي الsheet ده اسمه إيه. فلو جينا كتبنا حركة الخزنة، لو جينا هنا كتبنا حركة الخزنة أو النقدية يعني،
واشوف أنا باعمل الجرد قد إيه، لو إحنا زي ما إحنا فارضين هنا كل شهر، يبقى الشهر مثلًا 9، أو ممكن علشان خاطر دي هتبقى فورمة هاستخدمها بعد كده لكُلّه، فممكن أسيب هنا مثلًا الشهر عام، وبرضه نفس الكلام أسيب كذا نقطة. هنلاقي طبعًا الكلام بقى مش متناسق، فنقدر نعمل merge، نحدد الخلية اللي أنا عايزة أعمل لها merge، بعد كده باختار من فوق merge and center، فهنلاقيها معانا بالشكل ده. أقدر بقى أكبّرها مثلًا، أكبّر الخط فيها شوية، وأنا شغّال مثلًا أقدر أحط هنا شهر 9 مثلًا سنة 2026 مثلًا. حابب إن أنا مثلًا أحط لها border برضه يكون thick outside border، عاوز أدّيها color خفيف، أقدر عن طريق إن أنا أدخل هنا وأبدأ أدّيها اللون اللي أنا حابّه، وليكن لون grey كده، ممكن أفتّحه برضه شوية. حبيت أحط هنا صف يبقى أعمل insert، وهكذا. حبيت أكبّر الصف ده شوية، حسب أنا رؤيتي إيه. بعد ما عملنا الجدول بتاعنا، باخلّي أول صف في الجدول ده للرصيد اللي هو متبقي في الخزنة من آخر جَرد، يعني لو أنا باعمل الجَرد شهري وأنا دلوقتي باعمل حركة الخزنة لشهر 9، فأنا هيبقى عندي هنا الجَرد بتاع شهر 8، فلو جينا هنا وقُلنا إن ده الرصيد المتبقي من شهر 8 وليكن، أو الرصيد المتبقي، ممكن أخلّيها بس الرصيد المتبقي. وجيت ادّيت لأول صف ده كده لون خفيف، بحيث إن أنا مش هاكتب فيه حاجة، وليكن مثلًا اللون ده، مجرد بس كده color يعرّفني إن أنا ده مش هاحط فيه حاجة. وجينا مثلًا هنا وليكن الرصيد المتبقي كان 200.000 مثلًا، لو أنا حابب يبقى في علامة عشرية بحيث إن هو ما يلخبطنيش، أقدر أروح للكومة اللي هنا وأختارها، وطبعًا لو ضغطنا على العمود ده كله وعملناه الكومة بحيث إن هو ما يلخبطنيش، أو أبقى شايف، يعني هنا مثلًا 20.000 أنا ممكن أكون نسيت صفر أو حاجة، فنركّز في الحتّة دي. كده أول صف في الجدول بالنسبة لي بقى إن هو ما فيهوش أي حاجة خالص، إلا إن هو بس بيعرّفني كان الرصيد قد إيه في الشهر اللي فات. طبعًا آجي أقدر أضغط هنا مرّتين على اسم الsheet من تحت، وأكتب مثلًا شهر 9. طيب، أنا ده بالنسبة لي كده خلاص بقى حاجة ثابتة معايا، أو ممكن نقول reference أو مرجع، إن أنا لو جيت كل شهر مش محتاج إن أنا أقعد أكرر الحاجات أو آخد copy paste، فأنا أقدر آجي هنا وأعمل right click على ال ال على الsheet من تحت، وأعمل move or copy. فهنبدأ نعمل create a copy دي نعمل عندها صح، كده أنا باخد نسخة من الsheet اللي إحنا ضبطناه دلوقتي. وهابدأ أختار to book إيه، أنا ممكن أعمل new book وأضغط أوكي، كده هو دخّلني في book جديد، أعمل control S وأختار المكان اللي أنا عاوز أسيّف فيه. في أي وقت حبيت أشتغل، لو رُحت على شيت الخزنة ده وعملت منه control C وcontrol V، لو جيت وعملت عليه rename مثلًا وخلّيته إن هو ده شهر وليكن 10، خلاص، أي وقت هاخد شيت الخزنة ده copy paste وأسميه بالشهر اللي أنا عاوز أشتغله، وأدخل في الشيت بتاعنا، مجرد هاغيّر الشهر وأغيّر السنة، وطبعًا الرصيد المتبقي، خلاص ده بقى reference بالنسبة لي كل شهر بنفس الطريقة. لو أنا حبيت إن أنا أعمل merge لكل الرصيد المتبقي يبقى كده، بحيث إن هي تبقى باينة عندي كده، زي ما أنا حابب الشيت بتاعي. لو جينا بقى على التاريخ هنا مثلًا وليكن كتبت التاريخ بالشكل ده، بس أنا هاتلخبط، يعني أنا مش عارف هو 1/9 والّا 9/1، فأقدر أحدد الصفوف أو العمود بتاعنا بتاع التاريخ، ورايت كليك وأعمل format cells، ولو دخلنا هنا عند الdate نبدأ نختار الشكل اللي أنا عاوز يظهر بيه التاريخ معانا، وليكن أنا حابب الشكل ده، وضغطنا أوكي، هيبدأ يقول لي مثلًا 1 سبتمبر 2026 وهكذا. رقم الإذن بتاعنا على الاستلام وليكن أنا كان عندي رقم الإذن 120، طالما إن إحنا كتبنا رقم الإذن على الاستلام، على طول هنا المقبوضات بكام، أو هي المقبوضات إيه، وليكن 5000،
هنا البيان بتاعنا هنكتب بيع أدوات منزلية، أيًا كان النشاط بتاعك إيه بتكتب فيه. فالرصيد عندنا هيبقى كام؟ هنقول هيساوي الرصيد اللي هو أصلًا في الخزنة زائد المقبوضات أو المدين ناقص المدفوعات أو الدين، فأصبح الرصيد عندي كام؟ 205,000. نفس اليوم أنا حصل عندي برضه حركة ولكن هي المرة دي صرف، فليكن رقمه 70 وده كانت فاتورة الكهربا، دفعنا فاتورة الكهربا، فالمدفوعات بقت كام؟ بقت دفعنا فاتورة مثلًا 250 هو محل صغير كده فإحنا عاملين له الشيت ده. طيب نفس الكلام أقدر آجي هنا مش لسه هاعمل المعادلة في كله، آجي أقدر هنا لحد ما يظهر معايا علامة الماوس بالشكل ده وأبدأ أضغط وأسحبها لآخر الجدول معانا. هنلاقي إن هي 204. طيب لو لاحظنا هنلاقي إن هي المعادلة هنا لمّا اتطبّقت في كُلّه بقت متكرّرة في الشيت كُلّه. طَب أنا مش عايز كده، أنا عاوز إن هو في حالة إن لقى دي أو دي فيها كتابة يبدأ يعمل المعادلة، ما فيهاش لأ خلاص مش هيطبّق. هنعملها إزاي؟ عن طريق إن أنا هاجي هاعمل بعد يساوي هنا هاعمل معادلة F، فهامسح المعادلات اللي عندي دي كُلّها وهنبدأ نعمل معادلة جديدة. هنقول إيه؟ هاستخدم فيها معادلة F، هنقول هيساوي F، فإحنا كده استخدمنا معادلة if and لو لقى المقبوضات بتساوي فاضية والمدفوعات برضه الخلية بتاعتها فاضية، في الحالة دي هيدّيني إن هي فاضية. طيب لو في حالة إن هو ما لقاهمش فاضية عملنا الرصيد زائد المقبوضات ناقص المدفوعات ونضغط enter هنلاقيها ادّتنا 205. لو جينا كده لمّا لقينا الشكل اتغيّر معانا وعملنا drag أو سحبناها لتحت يعني، هنلاقي إن هو لمّا لقاهم هُم الاتنين فاضيين ادّاني إن هي فاضية. بكده نكون في أي لحظة حبيت إن أنا أدخّل دلوقتي عندي أي عملية في حركة الخزنة، لو جينا حاطين هنا مثلًا في يوم 2 سبتمبر كان في عندي استلام بتاريخ رقم الإذن ده اللي هو رقم الفاتورة، لو جينا هنا 350 مثلًا ودي كده تحصيل مدفوعات وليكن تحصيل مدفوعات من العميل، وحبيت مثلًا أقول حتى اسم العميل إيه براحتي، وجينا هنا حطينا 20,000 وليكن، فهنلاقي أوتوماتيك سمّعت معايا. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللي جاي.